قعدت افكر اجيبها لك ازاي ما لقيتش غير ان لازم احكي لك القصه من الاول واقول لك يعني ايه بروتاليزم. وغالبا لو انت مهندس فهتحب الفيديو ده علشان الكونسبت او الفكره اللي فيه بيتكلم على حاجه فيها هندسه، ومع اني مش عارف ليه لابس النضاره ولكن لا باس بها. الشاي يا جماعه مشروب ملهوش منافس. الفيديو اللي انت شايفه قدامك ده بنسميه فيديو خام او رو فيديو، يعني ماده في صورتها الاولى وما اتعملش عليها اي تعديلات. بعد الحرب العالميه الثانيه اوروبا وبالذات بريطانيا كانت عباره عن تراب وخراب. آلاف الناس ما كانش ليهم بيوت والدنيا كانت متدمره. الحكومه ساعتها كانت لازم ان هي تبني بسرعه، ومش بسرعه بس وكمان رخيص. بس هما ما كانوش عايزين يبنوا مجرد بيت، ولكن كانوا عايزين يبنوا حاجه ان هي التدمير بتاعها يكون صعب، فاختاروا الخرسانه لان سعرها قليل ضد الحريق وقويه. وفي الحركه بتاعه البروتاليزم كانوا مؤمنين ان ما دام المبنى بيتبني من الخرسانه يبقى لازم نشوف الخرسانه. مثلا لو المبنى فيه مواسير ميه هنخبيها ليه؟ ما تخليها باينه. وسموا الحاجه دي ايثيك اوفر اثيريك، اخلاق قبل الجماليات. البروتاليزم ساعتها كانت سياسيه جدا، لان ساعتها بنوا عمارات ضخمه كان فيها الغني والفقير، وده كان بيدل على ان كان في تساوي ما بين الكل. ومعماريين معروفين زي لو كوربوزيه شاف ان الخرسانه ان بيكون ليها روح، لان انت لما بتحط الخرسانه على الخشب وبعد كده تشيل الخشب بيدي شكل طباعه الخشب اللي موجود عليه، ده معنى ان بيكون ليها روح. يعني ما هي خرسانه وخلاص بقى احنا عايزين نبني. وبالنسبه لهم الحاجه دي كان فن. عارفك هتقول لي طب انت مالك ومال الهندسه والخرسانه بالكلام ده؟ هقول لك علشان اكلمك على الساعه دي واللي عملوها من نفس الفكره بتاعت البروتاليزم، ان الحاجه تبقى رو خام. والساعه اللي هنتكلم عنها هي كولوكيوم بروجكت 02 او 01. الساعه دي اسسها 3 اشخاص مع بعض، وقرروا في التصميم بتاعها ان هي تكون ساعه خام ما يكونش باين فيها اي تعديلات جذريه. يعني في الساعات العاديه بتلاقي ان كل ساعه بيتعمل لها بولشنج وبراشنج، ولكن هم قال لك في ان ساعه الكولوكيوم بروجكت 02 ان احنا المفروض نخلي الساعه رو زي ما هي، وهنستخدم فيها التيتانيوم الجريد 5. وبدل ما يلمعوا الساعه سابوا الساعه خام زي ما هي. ومن جمال الساعه ان بيكون فيها كريستال سفاير مش مغطي اي حاجه وباينه من الجناب كمان. اما بالنسبه لاحلى حاجه في الساعه دي هي الدايل بتاعها، متكون من 466 لاير، طبقه متكونه فوق الثانيه، وده خلى الساعه تدي تاثير 3D. وكل ما تميل الساعه بمعصم ايدك بيديك تاثير مختلف عن الثاني. واللي احلى من كده في الساعه هي اللوم اللي موجود فيها. كل لاير من 466 بيحطوا عليها نقطه من اللوم يدوي علشان تدي تاثير الاضاءه على كل اللايرز اللي موجوده في الساعه. والاضاءه اللي موجوده في الساعه دي هتحسها اقوى من اي اضاءه موجوده في ساعه ثانيه. والموفمنت اللي موجوده في الساعه هي لاجو بيريل جي 101، وتقدر تقول حماله اسيه كده. والاستراب بيجي بملمس خشن زي الناتو كده علشان يديك ملمس ان الحاجه دي رو وما فيهاش اي تعديل. السؤال هنا ليه الناس حبت الساعه دي؟ لان هي اتعملت بمنظور مختلف وبره الكونسيبت بتاع الساعات العاديه. فسؤالي ليك دلوقتي، هل انت حبيت الساعه ولا لا؟ وقول لي رايك في الفكره. شكرا ليك، انا معتز وبحب الساعات، ولو حبيت المحتوى ده ما تنساش تعمل لي فولو عشان اشوفك الفيديو الجاي. سلام.